مساء الخير عليكم، معاكم إيناس حسنين. يلا نعمل أحلى بيتزا في 10 دقايق. بيتزا ل10 دقايق من غير لا عجن ولا خبز ولا عجين ولا حاجة خالص خالص. هنعمل أحلى بيتزا بكل الأنواع. شايفين البيتزا وجمالها؟ تحفة تحفة تحفة. ولادك جعانين، هتقومي بسرعة في ثانية واحدة بدون تكاليف ولا عجن ولا عجان ولا خبز ولا توجعي ايدك. 10 دقايق تعشي الولاد. يلا نعملها ونتعلمها للسحور في رمضان او للفطار للعشاء. يلا رمضان داخل على السحور، تقوم نعمل بيتزا لولادنا في 10 دقايق على البوتاجاز من غير اي فرن ومن غير اي عجين. اللي ما شافنيش قبل كده بس ينزل يعمل اشتراك. معاكم ايناس حسنين، ويلا ندخل على طريقة البيتزا الخرافية دي السهلة الجميلة البديعة. في طاسة على النار هنحط معلقة من السمنة، وهنعمل بيتزتنا الجميلة من رغيف العيش العادي خالص. شوفي فتحته ازاي، وحطيت فيه بيضة واحدة بس، عليها شوية ملح وفلفل اسمر. شوفي تفتحي الرغيف كده في الطاسة وتوطي طبعا النار، وطي النار. وحطي بقى شوية جبنة رومي جميلة كده مبشورة، جبنة موزاريلا زي ما انت عايزة. انا حطيت رومي بس على البيضة، جبنة رومي بس. يلا بأقل التكاليف، او شيدر، الشيدر رخيصة خالص. شوفوا العيش اتحمص قلبته. لازم تقلبي الرغيف علشان ما يتحرقش معاكي، والناحيتين يتحمصوا. توطي النار خالص 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 وانتي تعمليها شمعة صغيرة خالص وانتي بتعملي كده. حطيت شوية من صلصة البيتزا، صلصة عادية خالص، عليها معلقة زيت وشوية زعتر وملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر، ودهنت بيها الرغيف. وحطيت شوية جبنة بيضة فيتا، وشوية بقى جبنة رومي، فلفل الوان، حركات، كل اللي انت عايزاه بقى حطيه. البيتزا باي طعم انت عايزاه لولادك اللي بيحبوه ولادك. انا حطيت شوية سوسيس مع الحشوة، شوية طماطم. اللي عملت لكل واحد بصراحة الحاجة الخلطة اللي هو بيحبها. في المرحلة دي يا تغطيه بقى وتسيبيه، يا اما تحطيه في صينية تحت الشواية. صينية اهي تحطيه تحت الشواية 5 دقايق، يا اما هتغطيه وتسيبيه 10 دقايق هيحمر ويسيح معاكي. يلا عملنا واحدة كمان اهي، سهلة سهلة تعشي. يعني انا ما شاء الله عملت 5 في ما فيش ربع ساعة كانوا خلصانين. شوية جبنة رومي او جبنة شيدر، ونقلب اهو الصلصة والجبنة. احلى بيتزا نقوم نعملها على السحور في ثواني ثواني. هتعمليها وتعشي الولاد او يتسحروا بيها بألف هنا. حاجة سهلة ومكونات موجودة في البيت. رغيف عيش عادي خالص. احنا بنحط البيضة جوه، بتدي طعم جميل وبتدي طراوة، ما بتخليش الرغيف ينشف منك، بتديله سمك، بيبقى تخين بقى شوية كده. عايزة تحطي الرغيفين جوه بعض حطي، بس هو الرغيف كويس قوي قوي قوي، كفاية جدا مع البيضة، بيبقى جميل قوي. يلا وريتهولكوا اهوت، وانا بنقله في الصينية اهو، وحطيته تحت الشواية. شايفين الجمال؟ حاجة جميلة. بيتزا بيتزا يعني مش اي كلام، يعني احنا مش بنهزر. بيتزا جميلة على فكرة. انا البنات الصغيرين عندي بيعملوها، بنوتي الصغيرة بتعملها لنفسها عادي جدا سهلة. شافتني مرة وانا بعملها، خلاص بتعملها وبتغطي عليها، مش بتنقلها في صينية. اي حد من ولادنا يعرف يعملها، ويغطوا عليها لحد ما الجبنة تسيح. هتبقى جميلة برضو جدا. انا بس كنت عايزاها تبقى بسرعة فولعت لها الشواية. الجبنة جميلة وبيتزا بيتزا ولها سمك وجميل ومنشفش وطري. انا بوريلكم ان هو طري، البيضة بالطري خالص من جوه. الرغيف مش بينشف لان النار هادية خالص خالص. يلا بسرعة قومي اعملي للولاد. يلا مستنية ايه؟ يلا على العشاء. عشي ولادك او سحريهم بسرعة بسرعة. انبسطت ما انا معاكم. كانت معاكم ايناس حسنين. سلام عليكم.